التسامح صفة من صفات الناجحين. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يتجلى في أجمل مواقف التسامح مع قريش بخطاب لطيف: اذهبوا فأنتم الطلقاء. التسامح صفة من صفات الأقوياء. سامح وصافح كل من أخطأ بحقك أو كدر خاطرك، فالحياة لا تحتاج لحقد ولا لعداوات، والحياة حب وعطاء. عود نفسك على أن تكون متسامحا حتى تعيش حياة السعداء دون شقاء أو هموم. يقول الشافعي رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. وإذا كان التسامح عظيما في حق الغير، فلا شك أنه في حق الوالدين والزوجة والأبناء أعظم وأوجب وأأكد. اللهم إن كان محتاجا فبارك له فيما أخذ، وإن لم يكن محتاجا فاجعل هذا آخر ذنب له. دعوة تصف عمق وروعة التسامح من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هؤلاء هم آل وأصحاب رسول السلام والتسامح.